بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل فترة كنا في مأدبة غداء في صالة الكورنيش، أقامها سعادة سالم بن راشد المفتول عضو المجلس الاتحادي الوطني. وكان في فرق شعبية موجودة. من ضمن الفرق الشعبية كانت فرقة العيالة. فواحد من الأخوان قال لي: أبو علي، بغيناك تكلمنا عن فرقة العيال. قلت: حاضر، فالك طيب إن شاء الله. لو أن أصحاب المجال ادرى مني في هالموضوع، ولكن انا يعني كوني اني مهتم في التراث الاماراتي وباحث في التراث الاماراتي، ان شاء الله رايح اكلمكم يعني كلمه بسيطه عن العياله. العياله طبعا هي من ضمن الفنون الشعبيه الاماراتيه، والتي ادرجت في منظمه التراث العالمي اليونسكو التابع للامم المتحده. العياله عندنا نوعين: عندنا العياله البحريه وعندنا عياله العين او عياله البدو يسمونها. العيال البحريه يعني العيال فيها ايقاعات مثل الراس، الدفوف، الصقالات، واللي يسمونها الصقالات ويسمونها بعد الطوس. يعني عده ايقاعات فيها، هذا اللي تحضرني حاليا. كذلك الايقاعات اللي موجوده هنا في عياله البدو. عياله البدو تشبه اكثر شيء العرضه النجديه. كذلك في العياله موجود القائد او اللي يشل الشلات، يسمونه لبو. هو طبعا ما تقوم العياله اللي بوجود اللي يجيب الشلات او يجيب الشعر او يجيب الرزفه. هو لازم هو يكون موجود، بدونه هو ما تقوم العياله. من ضمن شلات العياله البدو اللي يقولوا فيها عياله البدو، يقول: يا بنت فلي من الشعر طيات، وحنا على روس الروايب، حنا عرب زايد هالشيمات، عاداتنا فك النشايب. هذه عيالة البدو يسمونها. أما العيالة البحرية من شلات العيالة البحرية، تقول: يا نسيم هب جدواكم، يا نسيم، لحظة بشوف هني، يا نسيم هب جدواكم، سهر عيوني بطاريكم، ما سخيت أنا فرقاكم، فرحتي ساعة ألاقيكم. هذه من الشلات البحرية. ان شاء الله رايحين نحط لكم الحين فيديو العياله البحريه وعياله البدو. ما راح بالساعه.